الكريدت كارد من احسن البدائل للتعامل بالكاش اللي البنوك عملتها علشان تسهل علينا عمليات الشراء بتاعتنا. بس في كام حاجه لازم تاخد بالك منها وانت بتختار الكريدت كارد. اول حاجه لازم تكون عارف المصاريف السنويه لانها بتختلف من بنك للتاني، وكمان خد بالك من المصاريف الاداريه ودي ممكن تكون 75 جنيه او 200 جنيه او 1500 جنيه او 2500 جنيه على حسب نوع البطاقه اللي بتختارها. تاني حاجه مواعيد السداد، لازم تتاكد ان مواعيد سداد الاقساط بتناسبك، يعني تكون بعد ميعاد قبضك بكام يوم علشان الغرامات. ودي هتودينا لتالت حاجه وهي غرامات التاخير اللي لازم تكون عارف حجمها قد ايه، ودي برضو بتختلف نسبتها من بنك للتاني ومن بطاقه للتانيه. وفتره السداد ما بين 55 ل 57 يوم وهي دي فتره السماح. بعد كده بتحط فايده تتراوح بين 2 و 2.5% كمتوسط للبنوك العامله في مصر. رابع حاجه السحب النقدي، وهنا لازم تعرف ان في عموله على السحب النقدي، وده علشان البنوك مش عامله الكريدت كارد بهدف السحب ولكن تزود مشترياتك من خلال الشركاء التجاريين للبنك. وعموله السحب دي بتبدا من 1.8% وممكن توصل ل 5%. خامس حاجه الكاش باك، ودي البنك بيعملها علشان يشجعك على الشراء وبيقدم عروض انك تاخد كاش باك على فلوسك لما تشتري من خلال الكريدت كارد. سادس حاجه هي نسبه عموله التقسيط المباشر مع البنك، ودي لازم تعرفها علشان ممكن عموله التقسيط تبقى عبء عليك وبترفع من قيمه قسطك، وده مهم وانت بتقيم مقدرتك الماليه. علشان كده بنصحك ما تنساش تركز في الحاجات دي قبل ما تختار الكريدت كارد بتاعك، وكمان تدي الاولويه لسداد قسط الكريدت علشان ما تقعش في مشكله غرامات التاخير.